أنا أزهري ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتأزهروا. لو رجع بك الزمن مم. 3 حاجات أنت ناوي على نية سود أنا عارف. الاشخاص اللي شبهك غالبا انت دول مش تختارهم يعني أنت أنا تصل بصديقك. هتقول له انت حد كويس ولا لا؟ او اختار الناس اللي هي شبهك. اصغر مني بيقول لي محتاج كتاب فقه، مم. كنت بسلف له كتاب فقه. بحيث إن أنت اوصف الازهر في مم. جمله. بدخولنا للجامعه طبعا زي ما قلنا في الاول ان احنا بنقابل فئات كثيره خالص من الناس، بنقابل الاصدقاء الكويسه والمش كويسه، ناس اتجاهاتهم مختلفه واخلاقهم مختلفه. نتكلم شويه عن قيمه الصاحب اللي هو الصاحب في حياتك الجامعيه نعم. يعني. نعم طبعا بيكون مهم جدا في رحلتك طبعا في حياتك. أكيد. في اللي بيكمل معك بعد الجامعه خلاص هو ده صاحبك نعم. الصديق عامة يعني سواء في الجامعة أو في أي مرحلة عمرية بيكون ليه دور كبير يعني. وكان حتى النبي صلى الله عليه وسلم المرء على إيه؟ على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامه إن هو إلا إيه؟ وحي يوحى. فما بيقولش الأحاديث النبوية عبثا، يعني مش بيقولها كده وخلاص، لا. هو عارف إن الصاحب ليه تأثير كبير جدا جدا على صاحبه. وبنقول احنا كده بالبلد ايه؟ الصاحب ايه؟ ساحب. فيا اما هيسحبك للخير يا اما ايه؟ الشر. للشر. فالصاحب ليه تأثير على يعني في الجامعة عامة في الدراسة يعني. ما هو لو صاحبك كسلان او كسول هيكسلك عن المذاكرة برضه. مظبوط. لو هو نشيط وبتاع وبيذاكر وبيراعي ايه للمذاكرة بتاعته لحياته الجامعية يعني عامة، انت هتتعلم منه. حتى لو انت بطبعك كسول ربنا يسترها يعني ما تخلوش كسلان زيك، فهو ايه؟ هيسحبك لطريق الخير يعني. ان شاء الله. فالصاحب ليه تأثير كبير، يعني مش تأثير في الدراسة بس، تأثير في الأخلاق، تأثير في الكلام، تأثير يعني ممكن انت تكون طالع من بيتك ببيئة وطريقة معينة. انت بتقعد مع صاحبك في السكن او في الكلية اكتر ما بتقعد مع اهلك في الفترة بتقعد مع. الفتره دي انت فانت هتتعود منه، فانت ممكن اصلا يعني هو يعودك على طباعه اللي انت اصلا ليك 20 سنه او 15 سنه او 23 سنه متعود فيها مع اهلك. ممكن بقعدك مع صاحبك وطول الفتره اللي انت بتقعدها مع صاحبك تتغير وتتطبع ايه بطباع صاحبك. طبعا. فالصاحب له تاثير كبير يعني من كذا وجه، يعني مش من وجه واحد او من كذا زاويه، من عده زوايا. فشوف هتصاحب مين، هتمشي مين، هيكون لي تأثير الكلام ده. انت ممكن في فترتك اللي انت في دراستك، يعني فترة الدراسة بتاعتك ممكن ما تكونش واعي للكلام ده كويس، هتحس بيه بعدين. فانت لو كنت من الناس اللي هم يعني مصاحبين اصحاب السوء ربنا يسترها علينا وعليكم يعني، لا الحق نفسك، يا تسحب انت للخير يا تتركه. لو مش هتقدر بالظبط. تسحبه للخير ف خلاص انت من باب النصيحة يعني ومن باب الود لازم تنصح يعني. لازم تنصح. انت لو شايف ان صاحبك مقصر حتى في جانبه مع الله سبحانه وتعالى في جنب الله، لا واجب عليك تنصحه. مقصر في دراسته مش بيذاكر او كذا لازم تنصحه. ده من باب انت ليك اجر النصيحة وليك اجر نصيحة الصحوبية. يعني انت لو شفت واحد مثلا مش صاحبك ونصحته ليك اجر النصيحة. صاحبك من الاقارب يعني من الاقربين، فلك اجر النصح القريب ولك اجر النصح عامة. فلازم تنصحه يعني. فتأثير الصاحب ليه دور كبير جدا في حياتك. ده طبعا يعني ده ممكن يكون من الجانب الاخلاقي والجانب نعم. الديني. لكن انت لازم تركز كويس خالص على الدائره اللي انت موجود فيها. الدائره اللي انت موجود فيها اصدقائك، البيئه، الاماكن اللي انت بتروحها خلال فترتك في الجامعه. انت لو موجود مع ناس ناجحين، ناس كل همهم بالظبط. هنروح الدراسه، هنروح مكان مفيد، هنروح نمارس رياضه، نعم. جيم وليكن، هنروح ناخد كورس، حياتهم عامه شغل دراسه نجاح. انت هتتطور، انت هتكون مكسوف اصلا ان انت تكون قاعد انت مش بالظبط. بتتحرك وانت مع الناس الناجحه دي، هتكون مكسوف جدا. انت يعني تشعر تحس ان انت يعني بالقله مثلا او منبوذ مثلا بالظبط وسطهم. مختلف يعني. فوجودك وسط دائره اصدقاء مفيده ودائره اماكن اللي انت بتروحها عامه مهم جدا خلال فترتك في الجامعه. خصوصا الناس اللي هي بتكون مش بتطلع كثير قبل الجامعه يعني. انت لما بتروح الجامعه تلقى اماكن كثير طبعا طبعا. قدامك، عايز تزورها ثقافات وعايز مختلفة يعني اوكي. صح. فبتضطر ان انت يلا جرب كل حاجة. عايز يجي. هو انت المفروض تجرب يعني، بس مش تجرب كل حاجة، او لو تجرب
عرفت الصح من الغلط. فتكمل عليه، وعرفت الغلط فتسيبه. بس ده في نصيحة برضو ان يعني سواء دي لأي طالب جامعي، لما تدخل الجامعة هتلاقي الناس مستويات مختلفة. تمام يا أحمد؟ يعني إيه؟ هتلاقي المستويات الايه الاقتصاديه يعني، او الاجتماعيه عامه، سواء دي او دي، تلقاها مختلفه. فما تصاحبش حد اعلى من مستواك. دي نصيحه يعني، ما تصاحبش حد اعلى من مستواك. مش معنى كده ان انت ما تكلمش حد او تبقى منعزل عن الاخرين، لا. يعني يبقى في تعامل سطحي اللي هو السلام والموده، ماشي تمام. لكن ما تقربش من حد مش في نفس مستواك او مستواه بعيد عن مستواك، لان النقطه دي لو يعني هتتعبك نفسيا. لو مش في بدايتك هتتعبك بعدين. يعني انت بتاخد في الكلية 4 سنين، وفي اللي كليتهم 5 أو 6 أو سواء. اللي هم الطب والهندسة وكده يعني. فهتتعبك بعدين. فما تصاحبش حد أعلى من مستواك. فدي نصيحة يعني قبل ما تختم من الفقرة دي أنا طيب حبيت أقول. لو هو ما اعلى من مستواه، بس حد انا الشغل ده بتاعي انا، يعني انا اللي شغال وانا اللي ازاي؟ بجتهد، فاهم يعني؟ انا مستواي اعلى من واحد، بس تمام ده مننا، ناتج مننا. انا حد ناجح فبشتغل، بعرف اجيب فلوس. تمام. اعتقد ان ده افضل لك لا انت ده كصاحب. تمام، ده تمام. واخد بالك؟ لا ده تمام، ده لانه مش ده مشكلة. هيعلمك انت برضه. هيعلمك وهيبقى ما انت كده مش اقل منه في المستوى. ايه. يعني انت هنعتبر ان كده الطرفين متساويين يعني. مم. لكن احنا بنتكلم على وكل واحد ادرى ايه يعني إيه؟ بل الانسان على نفسه بصيره يعني. فهو ايه؟ هو عارف وضعه، عارف وضع اللي قدامه. فبالتالي بيبقى عارف مين، وهو محدد ان هو ايه، مين اللي اعلى منه في المستوى. ودي طبعا يعني حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، محدش بيختارها. لكن احنا بنقول كده بحيث ان انت تعيش في سلام نفسي، تعيش مرتاح نفسيا يعني. مظبوط. عشان لان التاثيرات النفسيه بتاثر على الطالب خاصة. يعني هي تأثيرات العوامل النفسية لما بتكون واحد نفسيته تعبانة من حاجة بتأثر عليه في الشغل لو هو شغال أو كذا. الطالب اللي بيدرس يعني في ثانوي أو إعدادي أو كذا، التأثيرات بتتعبه جدا، فبالتالي ما بتخليهوش هو عارف يركز في المذاكرة بتاعته أو في هدفه اللي هو عايز يوصل له. فإحنا بنقول إن أنت يعني من البداية اختار الناس اللي هي شبهك، صاحبها ومشيها علشان ما تتعبش. هتتعب نفسيا، هتقصر في الجانب ايه الدراسي، دراسة. وممكن يوصلك لعدم الشكر. الموضوع ده ممكن طيب يوصلك لعدم الشكر. احنا قلنا قبل كده اللي آه هو انظروا الى من هو اسفل منكم. بالضبط. اللي هو بالضبط. يعني عشان انت تشكر ربنا وتقول ان بالضبط. انا في احسن من ناس كتير وكده. نعم. بس الاشخاص اللي شبهك غالبا انت دول مش هتختارهم، يعني هتنجذب ليهم تلقائي. بالضبط. هتلقى مثلا واحد صاحبك بتقابله كتير في المسجد، في مصلى الكليه، وبتقابله كتير في اماكن مثلا مفيده يعني. نعم. فده هتنجذب ليه تلقائي، انت مش هتختاره يعني، مش هتعرف هتقول له انت حد كويس ولا لا، او حد شبه ولا لا. الله سبحانه وتعالى يؤلف القلوب يعني. القلوب جنود نعم، مجندة. الأرواح جنود مجندة، ما فما عرف منها ائتلف وما فما تنافر. تقابل منها ائتلف. نعم. وما تنافر منها اختلف صح. البعض بيقول يعني ان انا ما دخلتش طبعا كليه الازهر. نعم. تمام. ولكن الناس بتقول ان كليه الازهر فيها مواد اكتر، يعني مثلا لو كليه تجاره في الازهر وكليه تجاره في بره الازهر، بيقول في الازهر اصعب من كده الكليات. تمام. او المواد اللي بتكون اكتر مع بتكون مختلفة. القران وكده. هل ده صح؟ يعني انت ازاي بتتعامل اصلا مع المواد الصعبه لا، ومواد هم كتير؟ الكليات العلمية في الأزهر بيبقى فيها ان هم بيحفظوا كل سنة 5 أجزاء من القرآن. يعني طلاب علوم وطلاب هندسة وصيدلة والطب عامة يعني في الأزهر أو التربية، كل الكليات دي بيبقى بيحفظوا 5 أجزاء في القرآن زائدة على إيه؟ على المواد بتاعتهم. ف5 أجزاء يعني في السنة مش حوار يعني. لكن دي حاجة مهمة جدا. وبيدرسوا برضه في بعض الكليات بياخدوا مثلا تفسير جزء عام، او يعني بيبقى عليهم حاجات من التفسير بس مش كبيره يعني، بتبقى حاجات في المعقول يعني. دي حاجه ممتازه. ليه؟ لان احنا عايزين المهندس يبقى عنده على الاقل، او الدكتور او ايا كانت مهنته، او يعني طبيب تحاليل او كذا، او طبيب اشعه او كذا. ده احنا عايزينه برضه يبقى عنده على الاقل معرفه دينيه ولو سطحيه، بحيث على يبقى، لان هو كده اسمه ازهري برضه. ما هو حتى لو خريج عشان ما كليه تروحش اثر الازهر يعني. بالظبط. فهو لازم حتى لو يدرس فقه حتى لو هو مش
كليته مش مجالها شرعي ومجالها علمي اكتر من انه هو شرعي، على الاقل يعلم اولاده، يعلم اسرته، يبقى عنده يعني حتى معرفه سطحيه خارجيه كده من بره، ان هو فاهم الايه دي لما يجي يحفظ ابنه جزء عام ولا يحفظ القصار مثلا، يبقى عارف تفسيرها، يشرح له تفسيرها، يبقى على الاقل عنده يعني حتى يتقي ربنا سبحانه وتعالى في عمله يعني. عارف احنا اساسيات دين. احنا ما نقصدش يعني ان احنا نقلل من شأن الناس التانية، ولكن احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى وضع الازهري في مكانه. يعني ممكن يكون دكتور ازهري ويسأل في الفقه عادي، أيوة. بتحصل يعني، يسأل في التفسير، ممكن واحد يقول له ازاي انت ازهري وما تعرفش الحاجة دي دكتور كمان مثلا. فبالتالي يعني لازم هي حاجة حلوة وحاجة لها مميزات وملهاش عيوب، يعني انا مش شايف ان فيها عيوب. اما الكليات الشرعية في الازهر بيبقى بقى عليهم القرآن كامل على مدار على مدار الاربع سنوات. هم اصلا بيبقوا المفروض ان هم حافظينه من ثالثه ثانوي يخلص هو بيبقى خاتم. فبالنسبه مرحله الكليه بالنسبه للتقسيم بتاعت الازهر، هي بتبقى ان انت اصلا دي مرحله مراجعه. يعني السبع اجزاء ونص اللي انت بتحفظهم في اول سنه بالنسبه للكليات الشرعيه في الازهر، انت اصلا بالنسبه لهم انت حافظهم. هم بقى مش موضوعهم ان انت ما كنتش تحفظ او كنت مكسل او كده يعني، ده مش موضوعهم. نفس الفكره في الكليات العلميه، انت بالنسبه لهم حافظ برضه، بس بيقلل يعني، بدل ما بيبقى 30 جزء اللي هو المصحف كله يعني في الاربع سنين، بيبقى عليهم الايه كل سنه خمس اجزاء، فبيمتحنوا تراكم يبقى كده ايه 20 جزء على مدار الكليه. اه بالظبط سنين كده. الكليه كلها. فهو موضوع يعني ايجابي اكتر من ان هو سلبي يعني. كويس. آه. السؤال المفاجئ اللي انا ما رضيتش مم. اقوله لك في الاول. ربنا يستر ان شاء ربنا يستر ان شاء الله. لو رجع الله. بيك الزمن. قبل ما تقول بس ده ينفع ان انا لو ما عجبنيش السؤال امتنع اتصل عن بصديقك. آه، لو رجع بيك الزمن، مم. 3 حاجات هتختار تعملهم اول يوم في الكليه. لو رجع باقي الزمن 3 حاجات هعملهم في اول يوم في الكليه، وانا اصلا ما عملتش حاجه يعني. لا يعني اللي هو هو هتعملهم وتكمل بيهم يعني. يعني من ناحيه الدراسه ولا من ناحيه يعني يعني حاجه مثلا استخدامات شخصيه مثلا ولا؟ يعني مثلا اسلوب، مم. مبدأ، كده يعني، طريقه تعامل. لا والله هو انا يعني طريقه التعامل الحمد لله يعني ثابته، يعني ما غيرتش فيها حاجه يعني عادي. لكن الحاجه اللي انا كنت هعملها ان انا كنت يعني الحمد لله على ما قدره الله لنا تبارك وتعالى، بس ايه كنت يعني هجتهد اكتر. مم. ولكن لو رجع بي الزمن مش من الكليه بس، هو لو رجع بي الزمن من ساعه ما اتولدت كنت هدخل الازهر، وكنت هدخل نفس الكليه برضه لنفسي يعني. انا حي مشرف فخور يا بصراحه. انا فخور و... وداخل باقتناع تام ورغبه في الكليه اللي انا دخلتها، مش مثلا مجبور عليها او ان مجموعي، لا انا كان مجموعي جايب كليات تانية كتير، بس انا حبست او ان انا حابب ان انا ادخل اصول دين او كده يعني. فلو رجع بي الزمن هدخل نفس الكليه، وهدخل لو رجع بي الزمن اكتر واكتر هدخل نفس اللي انا فيه يعني، هدخل ازهر تمام وهكمل في نفس الكليه، بس كنت هجتهد اكتر من اجتهادي ده يعني. دخلت الازهر من ابتدائي ولا من؟ لا انا كنت لحد 6 ابتدائي كنت تربيه وتعليم، وبعد كده حولت يعني دخلت اولى اعدادي، خدت اولى اعدادي 3 سنين اعدادي في الازهر، وبعد كده كملت في الازهر انا يعني. من اولى ابتدائي في الازهر على انت حولت بعدين، فكره. حاولت في الكليه. بس برضو ازهري برضو يعني. ازهري طبعا، ما هو انت لحد ثالثه ثانوي، انا خدت لحد اه ثالثه ثانوي. لحد فانت 3 انت خدت خدت كل كل حاجه. الاساسيات والمبادئ بتاعت نعم الازهر. نعم بعدين انت بتتعمق بقى، انا ما بالضبط. تعمقتش لسه. لا بتتعمق لا تعمق برضو عادي يعني، الامور مفتوح يعني. بس كتب الازهر موجوده يعني. نعم نعم تعرف كتب الازهر اللي هي سواء فقه، تفسير، اصول نعم دين، من اولى اعدادي محتفظ بيهم نعم لحد وانا الآن. كذلك يمكن برضو. كم سنه؟ لا ده ثروه 6 سنين. ثروه علميه. 8 سنين ممكن. نعم ثروه علميه والله. مش نعم. راضي بصراحه افرط فيهم خالص يعني. يستحق التمسك بهم كان يعني. في حد مثلا اصغر مني بيقول لي محتاج كتاب فقه، مم. كنت بسلف له كتاب فقه. بحيث ان انت أيوة. اللي تفيده بتاع بس انا بكون بتاع انا محتفظ بيه، بس انا ما بحبش لا انت اللي كنت هو ارد حد يعني. لا انت كنت اديته فبحب له، اخدم الناس كلها، بس فبسلف له كتاب من بره يعني. انت كنت اديت له كتابك بس كنت كتبت وصل امانه بالله. لا. اوصف الازهر في جمله. الازهر في جمله، انا هقول ان الازهر جنه الله في الارض. الله. جنه الله في الارض، هذا يعني لا احنا مش بنقول مجامله ولا لا، بالعكس احنا بنقول الكلمه دي
بكل انتماء وبكل حب وبكل يعني بكل فخر: الأزهر جنة الله في الأرض. يكفينا يعني شرفا وفخرا إن في مصر في أزهر، هو اللي حافظ الدين. واساس الازهر في مصر. أساس مصر لما تذكر مصر في الدول يقول له مصر يقول لك الأزهر. ايوه صح. وده يعني أكبر دليل إن أصلا الناس بتسيب البلاد بتاعتها، بتوع ماليزيا وباكستان والهند وبتوع كل افريقيا بتوع مسلمين جنوب، العالم تقريبا بيسيبوا الدراسه في بلدهم، بيجدوا بيجي يتعلموا ويدرسوا في الازهر. فاحنا لما بنقول الازهر جنه الله في الارض احنا مش بنبالغ، لا ده يكفينا يعني شرفا والله وفخرا اننا نتعلم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نبالغ ولا نزايد. فالازهر جنه الله في الارض. والحمد لله برضه ان احنا مش بنسافر الدوله ثانيه عشان نتعلم في لا الازهر، لا. طبعا. معاهد الازهر موجوده في نعم. كل قريه تقريبا. في كانوا مستوى يقولون الجمهورية. يعني يقولون عن واحد كتب بيت شعر، هم كثير اللي كتبوا عن الازهر يعني، ولكن كانوا لما العالم الازهري يلبس الزي بتاعه والطربوش بتاعه والكاكولا واللي هي الجبه يعني، كان يقولوا ايه عليه: كانوا اجل من الملوك جلاله واعز سلطانا وافخم مظهرا. وكان برضو واحد من الشعراء قال ايه، قال أنا أزهري ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتأزهروا. فمش بنبالغ يعني، بنقول إن الأزهر فخر وشرف ومنارة العلم ومنارة الإسلام. وسبحان الله يعني إن الأزهر أصلا في بدايته لما كانوا عايزين يعملوه، هم أصلا مش عاملينه عشان يبقى أزهر، ده هم اللي عملوه علشان يدرسوا فيه المذهب الشيعي. فكانت أصلا يعني إرادة الله سبحانه وتعالى أن يمحو الله تبارك وتعالى هذا الخبث والدنس، ويجعل فيه الأزهر ليدرس مذهب أهل السنة والجماعة. فبقي الأزهر بقي تاريخ. هم أصلا كانوا عاملين عشان يدرسوا في المذهب الشيعي، فإرادة الله سبحانه وتعالى سبحان الله. شاءت إنه هو يكون مكان يدرس فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى، ويدرس فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والفقه والمواد الشرعية عامة. فسبحان الله يعني. نعم.